اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم فخيطه الدجاج. غادي نديروها في الفران، كيجي ولذات بزاف في هذه الوصفه. عندي هنايا شويه القزبر، عندي هنايا واحد المعلقه ونص الزبده، غادي نزيد شويه ديال الكاتشوب، هكاك شي معلقه كبيره ديال الكاتشوب. غادي نزيد شويه ديال الزيت، انا عندي هنايا مخلطه. بالنسبه للعطريه، غير هاد العطريه ديال الدجاج ما غندير لا ملحه لا حتى شي حاجه، غير هاد العطريه راه لذيذه بزاف. هادي كتباع في ليدو. صافي غادي نخلط هاد الشيء. بالنسبه للزبده راه غادي تذوب في الفران. غادي نحطها هنايا. صافي غنخلط هاد الشيء كامل. غادي نزيد فيه بخات الدجاج. راني هنايا غسلتهم بسكينجبير والليمون. صافي غادي نخلطهم بهاد الحشوه. ومن بعد ما شرملتهم كاملين غادي ندير عليهم بابي الومنيوم، ندخلهم الفران نسخن على درجه 200. غادي نخليو درجه الحراره في 200، غادي ندخلهم يطيبوا. غادي نحضر داك الخبز ديال الثومه اللي كيجي مع الزبده كيجي مسم. عندي هنايا جوج ديال الثومات هكا قطعتهم من الفوق. غادي نزيد عليهم شويه ديال الابزار، غنزيد الملحه، غنزيد شويه ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون انا هنايا عندي مخلطه. صافي هكا. انا ما درتش بابي الومنيوم حتى كما كتشوفوا راه ماشي مزيان باش يكون مع الماكله هكا ديريكت. درت هاد الورق ديال الفرن، غادي نجيبو هكا. صافي غادي نديرهم في الفران، غادي نحطهم عند واحد الجنب لحد اصلا الفران اللي درت فيه دوك الدجاج، دوك الفخيطات ديال الدجاج. هنايا راني كاين شويه الدنجال فلفله ومعطيشه باش غادي ندير الزعلوك. راني غسلته ودهنته كامل بالزيت. صافي غادي نخليه هنايا. عندي هنايا داك الباكيت الصغير، نتوما ديروا الباكيت الكبير راني قطعته. صافي هاد النصوصه ديال ديك الوصفه اللي كنت شاركتها معكم علاش غادي يضيعوا. هادو باش غادي نعمرهم ديك الثومه. هنايا عندي شويه ديال الزبده، غادي نزيد عليها شويه ديال زيت الزيتون، نزيد عليهم شويه ديال الفلفله الحمراء الا ما عندكمش ديروا التحميره. انا غادي ندير فيه شويه ديال لوتان، نتوما ديروا الزعتر الا عندكم. شويه ديال الملحه على حسب الزبده كتكون مملحه. راني دوبت شويه ديك الزبده في الميكرو اون حسب قاصحه، ما دوبتهاش كامله، خليتها شي شويه باش هذه غادي تذوب في هذه السخونيه. صافي دابا غادي نزيد شويه ديال القزبر المعكنوس. صافي هذا غادي نخليه يزعلوك. صافي غادي نخلط هكا. صافي غادي نخليه دابا حتى غادي يذوب، حتى غادي طيب لينا ديك الثومه. هو الدنجال مع الفلفله ومع الديشان باش ما شويتهم كنديرهم انا في الميكا باش كيسهلوا عليا نقشرهم. دابا غادي نقشرهم ونقطعهم. انا هنايا من بعد ما قشرتهم وقطعتهم راه ما غسلتهمش، راه كنت ديجا غسلتهم قبل ما نشويهم على البوطه. شويه ديال الزيت وواحده صد روز ديال الثومه غادي نشعل عليهم. صافي غادي نبقاو نقليو هاد الثومه ما نخليوهاش تحرق. انا درت الكميه غير شي شويه على حسب جوج الافراد، هما ضاعفوا الكميه. هيا راه كتشحر ديك الثومه. غادي نزيد هاد الفلفله ومعطيشه الدجاج. غادي نحط شويه على العافيه. دابا غادي نزيد المليحه.
نزيد هنايا الفلفله الحمراء، غادي ندير شويه ديال البزار، الكمون، شويه د الحار، غادي نحرك. هي من بعد ما خرجتها من الفران طابت، راه باقا سخونه بزاف. انا خليها تبرد شويه وغادي نزيدها على هذا الخليط. انا هنا درت فيها ديك الثومه صافي، غادي نخلطها مزيان. بالنسبه لهذه الطريقه تقدروا الثومه ما تطيبوهاش على حسب كتديروا بزاف في الفران. انا على حسب درت دوك الجنيحات في الفران ودخلتها، راه كتدي تقريبا نص ساعه حتى 40 دقيقه في الفران. تقدروا ديروا بحال نفس الطريقه اللي درت وديروا الثومه محكوكه، تحكوا واحد 6 ولا 8 ديال الدوز ديال الثومه، راه كتجي بحال صافي. دابا نبقى نهز هكا ونمعس على هاد الخبيزات. صافي غنبقى هكا حتى غادي نكملهم كاملين. هما ساليتهم، دابا غنزيد عليهم موزاريلا. تقدروا تزيدوا اي فرماج، الا ما بغيتوش تزيدوا الفرماج خليهم غير هكا، راه حتى هكا كيجيو زوينين. صافي دابا غادي ندخلهم للفران. صافي دابا راه كلشي راه طاب. غادي نزيد شويه ديال عصير الحامض، غادي نزيد هذا الربيع نقص فيه المعجنوس صافي، وغادي نخلط وغادي نعمر في الطاسه. ومن بعد ما طابوا غادي نديرهم في الطبسي. وهذاك الخبز بالثومه ها هو راه طاب، غادي نديروه في الطاسه.